لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 813 لوانكاني تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان بما بس رزامندي رب العالمين وهي دار بإيوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. بەڵخۆشی وستان و کلوانی ڕابردوش لە خزمە دەواتی پیرۆزە دابووین لە دوای ئەوەی کەوا خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا وەکو موعجزەیەک بەنی ئیسرائیلی نەجاتدا لە دەست فیرعەون ئەو بەحرەی لۆ شەق کردن ئیتر بە ناویدا پەڕینەوە بە فەزلی خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا و لە پێش چاوی ئەوان خوای گەورە فیرعەون و جونودی فیرعەون لەناو برد ئیتر بەلای قەومێکدا دەڕۆن. موسا عەلەیهی سەڵات وەسەلام أو بني إسرائيل دبا باتجاه بيت المقدس باتجاه سيناء إتر كزور دور نكوتبنو بلاي قوم يقدر رويشتن يعكفون على أصنام لهم وجاوزنا بني إسرائيل البحر وكلوا أنا رابط باسمان كخواي يقول فهمي إيما وما كركوا بني إسرائيل لو بحر برنو بحفظ ورعاية وتساوديري خومان وكاتك برينوا أتوا على قوم يعكفون على أصنام ليتيان كوا بلا قوم يقدر روش كوا تسن بتصنم عشان هي اعتكاف يعني كل دور بري أو بتصنم ضليان سوا أو عبادتي أو سبحان الله تيان يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يا موسى أو تسن دين بتصنم لبرس ده يك بيكرج لبو إما دان إما جبي برس وكو رمز لبو برس لا خومان سبحانه وتعالى قال إنكم قوم تجهلون وكل معارج لا قاسمي دله أي شأن الألوهية وعظمتها كواتانجو براستي جاهل برامبر با شأن إيشكار ألوهية عظمة خواي جور سبحانه وتعالى أنا كوق سيدا كان وأنه لا يستحقها إلا الله وحده أو كواشان فرسن تنها ذاتي الله سبحانه وتعالى ناكرش تذكرك فرستي لا تفسيري سعديد إنكم قوم تجهلون وأي جهل أعظم من جهل من جهل ربه وخالقه چه لو كس جاهل ترى نفهم ببرامبر بپروردگاري أو پروردگاري كوا خالقيتي وأراد أن يسوي به غيره بيويت غير الله لقلي بين تشانوي وبي برستي ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا آخر غير إخوة كدين الرزق خواه سبحانه وتعالى وكخواه بيبرستي نا زرر نخازانز نجيان نمردن لزن دي كرنوي بدستا وكو بغويدي رحمه الله ولم يكن ذلك شكا بني إسرائيل في وحدانية الله تعالى بغويدي الخوش شكك وقمانك نبل بني إسرائيل بوي كوا أخواي قرتاكو تنيا وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله تعالى بلكو داوان كركوا بتو صنمه كبي أبو تصنما بقوري بزانين بهوي بقور زانيني أوي لخوا ما النزيق بكاتوا وأن تصور ذكر كوا أوا زررين يلبو عقيدة توحيد وذلك لشدة جهلهم بالله زور زاهل من برابر بخوا سبحانه وتعالى يتر خواي جورا سبحانه وتعالى شريكي نها ولينيا بل خواي جورا سبحانه وتعالى بتساو نابين ليو غيبة بلام آثار شوينواري دا صلاتي هر هموي لبرتساوان ديا كلامي كلبوي دا بزان دينا للرقاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو همو معجزات بلغاني لسر ذاتي أولا أو همو تدبيري أو كونبونا ولا بلغاني لسر ذاتي أخوايا سبحانه وتعالى
ئیتر لەو ئات تەماشا دەکەی بەنی ئیسرائیل کاتێکەوە بەلای ئەو قەومەدا دەڕۆن دەبین بت و سەنەم دەپەرستن سبحان الله یەکسەر لە جەهلی خۆیان دەڵێن ئیجعل لەنا ئیلەهەن کەما لەهم ئالهە. بەڕاستیەوە شتێکی زۆر عەجیب و سەر سوڕهێنەرە کەسێک خاوەن مەنهەج بی یعنی تەماشا دەکەی بەداخەوە ئەو قەولە ئەگەر با بڵێن بە مەضمونەکەشی نا بەڵام بە ئوسلوبەکەی زۆرێک لە موسڵمانان بەداخەوە پێی مبتەلا بووینە. تەماشا دەکەی زۆر جاران خۆیان قیاس دەکەن بە یەهود و بە نەسارە. یەهود و نەسارە فڵانە شت دەکەن لە بۆ دینەکە ئەدنابی ئێمەش بیکەین ئەخر کەنجین وا ڕاستە کەنجین ئەو شتە ڕاستە ئەتو قورئان و سونەت هەیە کەسێک تەقلید دەکاتەوە کەوا بێ مەنهەج بی قورئان و سونەت هەیە کو دەبی چاو لە جوولەکە و دییان و لە غەیری ئەوان بکە وڵا ئەوان فڵانە شت لۆ دینەکەیان دەکەن دەبی ئێمەش ئەوا بکەین نەخێر ئێمە قورئان و سونەمان هەیە ئێمە مەنهەجمان ڕوون و ئاشکرایە مەحەجەتە البەیضایە وەکو پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرمی لەیلها کەنەهاریها شەوەکەی وەکو ڕۆژەکەی ڕووناکە. دەی باشە لۆ چاو لە غەیری موسڵمانان لۆ چاو لە غەیری قورئان و سونەت بکەین. ئیتر وەکو دەجێڕنەوەش لە ئیمامی عەلی خوای لێ ڕازی بی دەفەرمون لە پاشی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم طبعا لە زەمەنی ئیمامی عوثمانەوە خوای لێ ڕازی بی خوای گەور لە هەمووان ڕازی بی کاتێکەوە فیتنە دروست دەبیتن ئەوجا یەک لە جوولەکەکان بە تەوسەوە بە ئیمامی عەلی دەڵێ خوای لێ ڕازی بی دەڵێ هێشتا کفنی پێغەمبەرەکەتان صلی الله علیه وسلم زەر نەبووە کەوتینە ناو یەکتری و خلافتان لێ پەیدا بوو. ئەویش جوانی جواب بداتەوە دەڵێ ئەنگۆش هێشتا کە لە بەحر تازە پەڕیبن و ئەو موعجزە گەورەیەتان بە چاوی خۆتان دیت هێشتا پێتان وشک نەبووبووەوە کاتێکەوە بە پێغەمبەرەکەی خۆتان دەرین عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئیجعل لەنا ئیلەهەن کەما لەهم ئالهە. ئیتر خوا پەناماندا بەڵێ هەر لە درێژەی وەڵامی موسا عەلەیهی سەڵات وەسەلام لە بۆ ئەوان کاتێکەوە دەڵێن ئیجعل لەنا ئیلەهەن کەما لەهم قال ئینەکم قەوم تەجهەلون ئەنگۆ بەڕاستی کەسانێکی جاهلن خۆتان لەو جەهلەی بەردەوام دەکەن إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون كواتا أو بتو صنماني أوان شاني أو بشين دري وأو كاري أوان دي كان باطلنا حقا زاوكو معارج دلي متبر أي مكسر محطم حتى يكون فتاة صغيرة هالكة متبر وأصل أو بتصنمانة بشين دري بارتسي ورد بكريتن لناو بسينا منه. التدبير في اللغة هو التكسير الشديد للشيء تدبير واتا شتيك زور بشين دري حتى وكو ورد ببي فهو بمعنى التحطيم والإهلاك وتشتيك هندا بشين هندا ورد بكي هيتي نمينه كواتا ما بس تكرر إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي إن هؤلاء القوم العاكفين على أصنام لهم أو قومك واعتكاف يعني سر أو بتو صنمانا كرديا لا يستحق ما هم فيه أو كأوان تيدا اعتكاف يعني كرديا سر بتو صنمانا أو بتو صنمانا شاني هي سنين إلا التكسير والتحطيم والإبادة إلا شاني أوان بشين درين نهيل درين إبادة بكرين لأن الله عز وجل يشتد غضبه على فاعليه لبري خواي قور غضبي تندل سر أو كسي كوابتو صنم دا فرستي كواتا زوكو دلي لمعارج هذا بالنسبة إلى الحالة القائمة الآن كواتا أصل أو بشين دريو بتو صنمانا حالتك إما بلام إما آبي ما ذكري ولو كنا مأذونين الآن بقتالهم وتمعنا قسك وايد أصل وابتو صنمانا بشين أجر استا إذن ما بدرا قتال لقلو قوم بكين لحطمنا كل أوثانهم وأصنامهم غضبا لله أو دبوا أجر إذن ما بدرا قتال لقلب بكين دبوا همو بتو صنمكانيان لبيناوي خوا بشين دري وسحقا للأعمال الشركية أو كردوا الشرشانيان نمينه أما ما كانوا يعملون من قبل من هذه العبادات الشركية أو كانوا كردواني كوانا ديكا فقد كان عملا باطلا لم ينتفع منهم شيء كواتا أصل لبتو صنم أو بشين دري وأصل لكارو كردو كيوان باطلة حج سودي لي ورناقرن باركو بقرانج لسان غرادة وستي لأن أصنامهم لا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم ضرا ولا يمكن أن تنفعهم عبادة لها بنافع كواتا أو بتو صنمان كوان وارزاد كان سوديان لورجلان هي السودة شامبيوناجن هي الزلال جنات من اللي عم بجرنا طبعا بيش دبنا مشرك ومستحق جهنم دبنا حتى كواتا كارو كردوا كان وباطل ما كانوا يعملون
وكل قاسمي دل أي عبادة الأصنام وإن كان قصد بذا التقرب إلى الله تعالى فإنه كفر محض. أجر تي بونيتش أو عبادتي أو بتصنع ما ذاك كوا الأخوان زكاتوا برما كفر شيء رونه هيج ششت داني كوا الأخواي جور بدوريان ديختوا وكرازي دل أجمع كل الأنبياء عليهم السلام همو پیغمبران كوكن لسروا عليه الصلاة والسلام خان سربي على أن عبادة غير الله تعالى كفر. عبادة كدني غير خواه سبحانه وتعالى كفر، سواء اعتقد في ذلك لغير كونه إلها للعالم أو اعتقد أنه عبادة تقرب الله تعالى. كواتا عبادة كدني غير خواه يقول كفر أو بوني تبكري كواهر بخوش يعني فرستني هوشتا يعني وتبوني تبكري كالأخواد نزيق بكاتوا هم يهر كفر والعياذ بالله. لأن العبادة نهاية التعظيم أو لبرو عبادة كدن أو قريبة قول زانينا فلا تليق إلا بمن يصدر منه غاية الإنعام أو عبادة تشكوى أو بري بقول زانينا لهيج كس ناوشيت وشاني هيج كس إجنا تنها أو ذاتي كوا أو بري ساكي لقلب دكاني كريا هر أو خوايش سبحانه وتعالى خالق مالك مدبرة هر أو شاني وهي كوا هم شوازة كان برستني لبو أنزام بدري لبو غير إخوان أنزام نادري. لحديث ذاك ولا تفسير كان نهايته ولا تفسير واتدا كحالتك بس أصحاب داهات يا إخوان لرازيبي كحديثك ترمذي إمام أحمد رواياتان كردي رحمة إخوان لبي أبي واقدي ليثي خوي لراز دجرت دفرمي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين لقل لخزمة الله صلى الله عليه وسلم درسون لبو حنين. حنين كان موضع بين الطائف ومكة زي جاك لأنه الطائف ومكة حدثت فيه معركة حنين مشهورة لأن طبعا معركة حنين كوا مشهورة لسيرة باز ذكره رويدا ونحن حديثو عهد بكفر طلع إيه مكة درسون لخزمة من أصلا هشتا تازة لكفر نزات منبوبو وكنا أسلمنا يوم الفتح إيه ما زوريك بوين لواني كوا روجي فتح مكة مسلمان بوبوين فمررنا بشجرة للمشركين بلاي دارك دار رويشتن كوا أو دارا مشركة كان بو يقال لها ذات أنواط أو دارا بيقول ذات أنواط واتا زياتر بابنين وكو دلاقة بكاريان دينا وشتيان بيو ذكر تبرجيان بيو ذكر. ذات أنواط يعتكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم. آتا المشركة كان للاي أو داري كوا ناوين ذات أنواط كوا جمع نوط نوط واتا وكو دلاقة آتا نقل بشارك بتسوبان لوين دريها الوسطى عندك كردو سيف كان يام برك بوي وذكر بحساب او تبرج ذكر لبوي كوا يتر او سيفانا يترنا دورينو سركوتم بدز دينن فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. ما يا رسول الله حلوكو مشرك كان ذات انواط يعني دارج يعني هيك كوا سيف كان لله هلواسن دي ايه مش دارك ما له تحديد بك كوا تبرج بيمكن بيشوي بتسين لبو شر. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى الله أكبر أو قسينجو وكو أويك بنو إسرائيل بموسى ينجو عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وكو قومك وديانجو إيه مش بتسنم مالو دابني وكو بتسنم يان هي أو قومك وبلاي داروشتين أجاب صلى الله عليه وسلم فرموي والذي نفسي بيده قسم بوزاتي نفسي من بدسته لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة قسم بو خوايي روحي من بنسته عادت بعادت رجاء بالرجاء وكو أوان دكن أنقوش سبحان الله. وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي انظروا رحمكم الله أين وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البر والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط. طلع أبو بكر الطرطوشي مالكي دليل رحمة الله عليه طلع برون تمشاكن لحد زيقاك دارك تانديت كوا خلق دستلاي أو داره بقوري دزاني وازاني قبستوي خواي قورة ساقبونه وشفاي لو دنيري بزماري لي دتسقيني ياخد بارتسا باروي لي دآليني لبو تبرك أو ذات أنواط فاقطعوها بيبرنو أو داربا أو عقيدين نمينة. وروى ابن وضاح في كتابه قال سمعت عيسى بن يونس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه
بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. لزماني عمر كري خطاب شخوالي رازبي دفرمي خلق دتسونا لاي أو داري كوا لجير أو داري بيعت دراب والبيام صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان مشهورة دفرمي خلق دتسونا لاي أو داري بيان وابي أو داري أو جيجا مباركة كوا بيعت تداد رايت بيغمبر صلى الله عليه وسلم. إمام عمر كاتك كوا زاني خلق دين دسنا لا أو داري لترسي أو كوا توشي فتنين فرماني كر أو داري ببر توا كوات الإسلام داشتيق وانية كوا جێگایەک مقدس بی دارێک مقدس بی بەردێک مقدس بی مەگەر ئەوەی لە قورئان و لە سونەدا هاتیە مەگەر ئەوەی لە قورئان سونەدا هاتیە و هەتا ئەو بەردەی حەجەر الئەسوەد کاتێکەوە ئیمامی عومەر ماچی دەکا دەفەرمی وەڵڵاهی ئەم دەزانم ئەتوو بەردێکی نەزەرەر تێ نەقازانج بەڵام دیتیتم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەتووی ماچ کرد ئەمنیش ماچت دەکەم کەواتە ئەوە زۆر مهمە و عەقیدەیەکەوە فعلا زەرەر و قازانج لای خوای سوبحانه بە بڕیاری خوای سوبحانه وتعالى هیچ کەسێک و هیچ جێگایەک و هیچ دار و بەردێک ئەو توانایی نییە زەرەر بدایە قازانج بدا مەگەر خوا سوبحانه وتعالى فەرمانی کردبی کە فڵانە جێگا مقدسە یاخود فڵانە شت پێویستە پیرۆزی بزانن ئیتر قورئان و سونەش زور واضحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.